لحظات معينة ممكن نحس إن إحنا مرينا بالموقف ده قبل كده، مش مجرد إحساس عابر لكنه شعور فيه قدر من اليقين، رغم إنك عارف منطقيا إن ده أول مرة يحصل. الإحساس ده معروف باسم الديجافو، وهو من الظواهر اللي معظم الناس بتجربها مرة واحدة على الأقل في حياتها. في الحلقة دي هنفهم الظاهرة دي من منظور علمي، بتحصل ليه؟ إيه اللي بيحصل جوه المخ وقتها؟ وهل ليها أي دلالة مرضية ولا لأ؟ الديجافو هو إحساس زائف بالألفة، يعني المخ بيديك انطباع إن الموقف الحالي مألوف رغم إنه أول مرة يحصل. والنقطة المهمة هنا إن الإحساس نفسه حقيقي، لكن السبب وراه مش إن الموقف حصل قبل كده فعلا، هو مجرد خطأ في معالجة الذاكرة. عشان نفهم الديجافو لازم أول حاجة نفهم المخ بيشتغل إزاي مع الذكريات. عندنا نظامين أساسيين في المخ. أول نظام الفاميلاريتي أو نظام التعرف، وده بيقولك إن الحاجة دي مألوفة ولا لأ. والنظام التاني الريكول أو نظام الاسترجاع، وده بيحاول يفتكر إمتى وفين حصل بالظبط. في الحالة الطبيعية الاتنين بيشتغلوا مع بعض بشكل متزامن، يعني لو الحاجة مألوفة بيكون في ذكرى واضحة ومرتبطة بيها، أما لو مش مألوفة فما بيكونش في أي إحساس بيها أصلا. في الديجافو بيحصل عدم تزامن بسيط بين النظامين دول. يعني إيه؟ يعني نظام التعرف بيشتغل ويقول الموقف ده مألوف، لكن نظام الاسترجاع بيفشل إنه يلاقي ذكرى فعلية ليه، فالنتيجة إحساس قوي بالألفة لكن من غير دليل حقيقي. الدراسات بتقول إن في مناطق معينة في المخ ليها دور أساسي في الظاهرة دي، لأنها بتبقى مسؤولة عن تكوين الذكريات وربطها بالإحساس بالألفة، وفي بعض الحالات بيحصل نشاط بسيط غير متزامن في المناطق دي، ده اللي بيخلق إحساس الديجافو. المعلومة ممكن توصل للمخ من خلال مسارات مختلفة. لو مسار وصل أسرع بفرق جزء من الثانية، ففي الحالة دي المخ بيفسر الإشارة اللي بعدها كأنها تكرار، وده اللي بيدي إحساس إنك شفت المشهد ده قبل كده. ده غير إنه أحيانا بيكون في عنصر في المواقف الحالية شبه الحاجة اللي شفناها قبل كده لكن من غير ما ناخد بالنا، يعني المخ بيتعامل مع التشابه ده إنه ألفة كاملة وإن الموقف ده حصل قبل كده. في فرضية تانية بتقول إن المخ ممكن يعالج نفس المعلومة مرتين بسرعة جدا، المرة التانية بتتفسر على إنها ذكرى مش تجربة حالية. وكمان الإحصائيات بتوضح إن الديجافو بيكون أكثر شيوعا عند الشباب، وبيقل تدريجيا مع التقدم في العمر، وممكن يزيد مع الإرهاق وقلة النوم، وبيظهر عند أكثر الناس اللي بتتعرض لمواقف جديدة بشكل مستمر. والسؤال هنا، هل الديجافو خطر؟ في أغلب الحالات لأ، لأنه هو ظاهرة طبيعية تماما، لكن في حالات قليلة جدا لو الديجافو متكرر بشكل غير طبيعي أو بيجي مع أعراض تانية ممكن يبقى مرتبط بنشاط غير طبيعي في الفص الصدغي، وده بيتشخص طبيا، والحقيقة إنه مش شائع. ده كمان فيه ظواهر قريبة جدا من الديجافو لكن الحقيقة في مضمونها بتكون مختلفة. يعني مثلا في ظاهرة إن الحاجة المألوفة تبان غريبة، أو إحساسنا إن إحنا حلمنا بالمواقف دي قبل كده. والفرق بين كل ظاهرة والتانية بيكون مهم جدا عشان نفهم طبيعة كل حالة. الديجافو مش ظاهرة غامضة ومش دليل على إن في حاجة غلط بتحصل، هو ببساطة نتيجة خلل مؤقت في المخ في معالجة الذاكرة، خطأ صغير لكن كفيل يخلق إحساس معقد جدا. لو الإحساس ده حصل لك قبل كده فده طبيعي جدا، لكن لو لاحظتوا إنه بيتكرر بشكل غير معتاد وقتها لازم تراجع متخصص. غير كده الديجافو مثال بسيط على قد إيه المخ معقد ودقيق في نفس الوقت. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة قريب.